السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أحباء مع عبد الله. وش راكم؟ وش راهي صحتكم؟ وش راكم مع رمضان؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين. أنا اليوم راني جيتكم بأسهل تحلية يعني توجدوها في رمشة عين. أروحوا تبعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. الله نروحوا هنا المقادير. نحتاجوا لتر حليب. هنا كان عندي صاشي حليب مجمد ذوبته خليته يعني حتى يدفى كما راكم تشوفوا فيه دوكا ماهوش يبان سخون بزاف. المهم نروحوا نضيفوا عليه مغرفه ونص سكر حبيبات مع 5 مغارف كبار فلون ذوق الشيكولا. نحركوهم شويه هكا باه ينسجموا مع الحليب هذاك. من بعد نروحوا نضيفوا عليه 2 مغارف كبار فارينه مغربلين. المهم نخلطوهم كامل مع بعض ونروحوا نحطوهم فوق النار. وهنا يا خوتي خواتاتي كيما موالف اي تحليه فيها فرينه ولا فيها مايزينا يعني لازم التحريك المستمر، لازم ما نحوش يدينا منها تعود تتلصق لنا من التحت وتمد لنا كيما قلت لكم ذوق ولا رائحه ماهيش مليحه في التحليه تاعنا. المهم هنا يبدا الخليط تاعنا يعقد كيما راكم تشوفوا. كملوا معايا ونشوفوا المراحل اللي راهم جايين. راكم تشوفوا حبيباتي المارغرين هنايا اوبليجي باه تجي التحليه تاعنا طريه لازم ملها المرصو هكا مغرفه ما هي كبيره ما هي صغيره تاع مارغرين. هنايا المارغرين ما كانش متوفر عندي ابار هذه المارغرين المخفوقه يعني تاع الطلي. هذه ثاني صدقوني غير تمد لها واحد البنه في التحليه ولا اروع. الاكثريه يقولوا يعني تستعمل يعني للطلي. انا ولا غير ديفوا نطيب بها ديفوا نديرها هكذا في التحليات ولا اروع تمد لهم ذوق هايل هايل هايل. وهنايا نروحوا نجيبوا اي حشوه متوفره عندنا في الدار نديروها كطبقه اولى في ليفيرين. انا هنا كان عندي حبات تاع كاطو بيمو مع حبه تاع حلوة الطابع رحيتهم ولمتهم بشويه هكا تاع قهوه وصوص كراميل وعمرت بهم ليفيرين. نروح نجيبوا الكريمه تاعنا ونقصوا منها هكذا كاس ولا كاس ونص تاع الكريمه والباقي نعمروهم كامل في هذوك ليفيرين. المهم كملوا معايا ونشوفوا واش غادي نديروا بهذيك الكميه اللي نحيناها من التحليه. راكم تشوفوا احباب عبد الله الكريمه اللي نحيناها كيفاه جمدت. حطيت عليها ثاني مغرف ونص كاكاو بني حلو. عندنا نص كاس ما ثاني مع كاس بودرة شانتي ماشي معمر. نحطوهم ولا نجمعوهم كامل في اناء ونجيب باتور نطلع لا كريم شانتي تاعنا. وهنا يا خالتي خواتاتي نهضروا على موضوع غلاء الاسعار ولا الغلاء الفاحش ولا كيما يقولوا التجار هذو كيفاش غادي نلقبوهم ولاو كي النار. انتي ترمي لهم ربي يرمي لها في العباد في الحطب في الحجاره وتقول هي من مزيد. اقسم بالله العلي العظيم ما كاش يعني وصف دقيق للتجار في هذا الوقت. يعني كيما جهنم ولاو كيما جهنم ياكلوا ويقولوا هل من مزيد هل من مزيد. راكم تشوفوا هنايا الكاس هذاك تاع شانتي موالف انا نشري 10,000 يتعمر لي كاس ويقعد لي هكذا تقعد لي مغرفه ولا زوج من الكبار هذوك تاع مغرفه تاع الاكل. ودوكا كيما راكم تشوفوا كاس ماشي معمر وماشي معمر بزاف ماشي زعما تقول خاص اسبوع برك ولا هذاك جبته ب15,000. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله المستعان. ربي يكون في عون المواطن البسيط صاحب الدخل يعني الشهري ويكون الدخل يعني ضعيف. فالمصير إلى نفق وصدق وصادق كل ذي صدق وهنا بعد ما طلعت لا كريم شانتي تاعنا كيما راكم تشوفوا حتى تبدل لها اللون تاعها نروح نقسمها بالتساوي على ليفيرين ونسقمهم كامل مع بعض ونولين. خاوتي خواتاتي اي واحد يقدر يزين بالشي اللي عنده يعني تزيين اختياري. انا هنا جبت هكذا كاكاو بني ثاني ماشي مر حلو غربلته هكذا فوق ليفيرين تاعنا. وكلمسه ثاني نزيدو نجيب هذاك البوشبار اللي شريته تاع رمضان كريم باه نزيدها يعني نكاسي الالوان كما يقولوا. جبت هكذاك مغرفه زوج تاع السكر الناعم وغربلته على هذاك الشكل باه يخرج لنا رمضان كريم
كملوا معايا وتشوفوه. يا احباء ام عبد الله، لحقنا لاخر الفيديو. ان شاء الله يا ربي الوصفه تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، واذا نالت اعجابكم اكيد ما تنسوناش بالجيم والكومنتير شباب كيما نتوما. المهم انا ما عليا غير نقول لكم صحه فطوركم، صحه سحوركم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.